فلتر أكثر لاعب يستحق الكرة الذهبية برأيي لعام 2025. نبدأ، هاري كين أم لامين يامال؟ طبعا لامين يامال. هاري كين أداؤه مش قوي جدا. إمبابي أم رافينيا؟ رافينيا مستوياته قوية، وإمبابي هداف أوروبا وصاحب الحذاء الذهبي مع بطولتين، مش نقاش ولا بطولة، لذلك سأختار إمبابي. محمد صلاح أو بيلينغهام؟ محمد صلاح كأرقام أقوى وموسم حقق الدوري الإنجليزي، أما بيلينغهام يعني أداؤه مش كويس رغم الإصابة، لذلك نختار محمد صلاح. ليفاندوسكي أم فينيسيوس جونيور؟ فيني أداؤه كان هذا الموسم شبه منعدم، لذلك سأختار ليفاندوسكي. إمبابي أم لامين يامال؟ إمبابي أرقامه جدا خرافية، لامين يامال قدم أقوى موسم لأصغر لاعب في العالم، لذلك سأختار لامين يامال. محمد صلاح أم ليفاندوسكي؟ أرقامهم الاثنين كبار، ولكن الملك المصري أرقامه أقوى، ولذلك سأختار محمد صلاح. من يستحق الكرة الذهبية، محمد صلاح أم لامين يامال؟ لامين يامال لاعب كويس ومهاراته قوية، قدم موسم جدا مع 3 بطولات. محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي، أكثر من صنع في الدوري الإنجليزي، يعني لولا خروجهم من دوري الأبطال الاثنين أرقامهم كويسة، ولكن برأيي الذي يستحقه قدم موسم رائع جدا لكن فريقه خذله، وهو محمد صلاح. برأيي يستحق الكرة الذهبية. لذلك لا تنسى اللايك والاشتراك، فهذا يفيدنا كثير. مع السلامة.